السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة في الفيديو ده حاوريك كيف أنا شلت صورة من الإنترنت بتاع زير، واستخدمت البرنامج اللي اسمه فيوجن 360 عشان أصمم به نموذج ثلاثي باستخدام الصورة ديك، وبعدين طبعت النموذج الثلاثي بتاعي بطبعة ثلاثية ولونتها عشان أصل للزير اللطيف اللي أنا ماسكه في يدي ده، اللي هو الساعة أنا شغال به كمقلمة في المكتب بتاعي. بحتفظ فيه بالأقلام بتاعتي والفيرنيا وأي حاجة مطاولة. قبل ما أبدأ، إذا حاسس إنك بتستمتع بالمحتوى اللي بقدمه، ما تنسى تشترك في القناة، تعمل لايك للفيديو ده وتفعيل الجرس عشان الفيديوهات الجاية تصلك. البرنامج اللي اسمه فيوجن 360 يا جماعة برنامج مجاني، ممكن تنزله وتشتغل به من غير ما تدفع ولا قرش، وفي مواد تعليمية كثيرة جدا متوفرة في اليوتيوب، وأنا بحاول إن شاء الله كل ما أتيحت الفرصة أشرح للناس في البرنامج شوية، لكن بجد بنصح إنه الناس يشتغلوا به فيوجن 360 كويس. طيب، أول خطوة عملتها إنه فتشت على في الإنترنت عشان ألقى لي صورة بتاع الزير، صورة عادية فيها زير كويس، فلقيت الصورة اللطيفة دي وشلت الصورة دي ومشيت البرنامج بتاع فيوجن 360. خليني أوريك الخطوات اللي اتبعتها عشان أعمل المجسم الثلاثي بتاع الزير. طيب، بنمشي لإنسرت وبنختار كانفاس، وبعدين بنقوم بنختار الصورة بتاعتنا. أول حاجة عايزين نعملها في الصورة دي إنه دايرين نزيد أو ننقص الأبعاد بتاعتها بحيث إنه الشكل النهائي يكون الأبعاد بتاعته هي الأبعاد اللي عاوزينها. فأنت ممكن يعني في الأول تقيس الأبعاد بتاعت الزير كويس. أنا هنا في الحالة دي لقيتها عبارة عن 15 ملم، وأنا داير تكون تقريبا زي 15 سنتيمتر، فمحتاج أضرب كل الأبعاد في 10، يعني الأبعاد اللي في الإكس والواي دي الحاجة اللي عملتها. بعد ذاك باخد في حاجة اسمها فيت بوينت سبلاين كويس. من هنا من الحتة دي بمشي في كل حتة من الأطراف بتاعت الزر ده، أنا باخد نقطة كويس بجنب واحدة بس من الزر. تمام. بعدين بعمل خط، يعني المركز بتاع الزر كويس. أنا حاوريكم بس بعد شوية الفايدة من الخط ده شنو. تمام. بعد ذاك بشيل الطرف بتاع الزير ده وبعمل بدوس على حرف الأو عشان يعمل لي أوفست كويس، اللي هو بيدخل نسخة من طرف الزير لجوا، وأنا اخترت هنا مسافة بتاعت 2 ملم كويس. بقى عند الحاجة دي. بعد ذاك الخطوة اللي بعد كده، ودي هي الخطوة اللي هي لاحظ يعني تقريبا اخترت نفس الحتة اللي قاعد فيها المقعد بتاع الزير وعملت فيه البداية بتاعت المقعد بتاع الزير اللي أنا عايز أعمله. يلا، دي خطوة هنا مهمة شديد. بتمشي في كرييت وبتختار ريفولف كويس، وتختار الحتة اللي فيها الثيكنس بتاع الزر. تمام. تختار المركز اللي هو الخط اللي قبل قلت لكم حاوريكم الفايدة منه شنو. داك حيكون اللي هو مركز الزر. تمام. فالحاجة دي هتعمل لك جسم مجسم حوالين المركز داك. تمام. بعد كده خلاص الزر بتاعنا شنو اموره بقت ظابطه. بعد ده المفروض نبدا في شنو في القاعده. تمام. القاعده طبعا شويه حتكون معقده، يعني فيها اللي هو الجزء اللي حيكون ريفولف كامل، اللي هو ده بيكون دايره كامله كويس. وبعدين فيها الجزء الثاني ده اللي هو بتاع الرجل، اللي هو ده برضه حيكون ريفولف، لكن ما لا في 360 درجه، وانما لا في انا عامله هنا ده يعني زي 20 درجة. تمام. وكده خلاص يعني او 10 درجات، انا كان عدلته يعني 20 كثيرة يعني.
10 درجات مناسبة. تمام. أتمنى إنه الفكرة تكون واضحة. يلا بعد ذاك بس كل المحتاج أعمله إنه من الرجل دي محتاج أعمل 3 بدل واحدة يبقوا 3 أرجل. فبختار باترن وبختار سيركولار باترن اللي هو عبارة عن يعني تكرار دائري لجسم معين. كويس. بختار الجسم وبقول له عايز منه 3 حوالين المركز بتاعي ده، هو المحور اللي قبل وريتكم قلت لكم انا حاستفيد منه كيف، او قلت لكم حاوريكم حاستفيد منه كيف. تمام. بعد ده بس باقي شنو الزوايا دي. بحاول اظبطها كده بالتول اللي اسمها فيلت. شايف كل الحياة 90 درجة دي. الواحد ممكن يقدر يعمل منها شكل جميل. من ناحية طبعا جمالية بيكون ظريف، لكن من ناحية تانية برضو بتاع تقوية، لأنه الطباعة الثلاثية يعني ما بتنتج حاجة قوية شديد. فالأركان الدائرية دي بتقوي لك المقعد ده زيادة برضو، بالإضافة لأنه بتخلي شكله لطيف جدا. طيب كده المقعد خلاص بقى جاهز. باقي إني شنو أغير أو ألونه من برا. كويس. بعمل الحاجة دي من الحتة اللي هي اسمها appearance. تمام. بنختار مادة للمقعد تكون شكلها قريب لحديدة وكده، اللي هي حاجة كده لونها رمادي. تمام. أنا شايف زي ما شايف هنا اخترت ايرون. وبعد ذاك برضو هنختار مادة برضو لونها يكون قريب للفخار بالنسبة للزير بتاعنا. تمام. كده الزير بتاعنا تقريبا وصل خلاص، يعني ممكن نقول الشكل النهائي. بحفظ التصميم بتاعي. تمام. وبعد ذاك بقوم بعمل له اكسبورت للطباعة الثلاثية. كويس. ك STL فايل. طبعا لما تعمل له اكسبورت ك STL فايل بتحتاج بعد ذاك لحاجة اسمها لسوفت وير تاني اسمه سلايسر. السلايسر ده هو بيشيل ال STL فايل ده وبيحوله لك لنوعية من الفايلات بتفهمها الطابعة الثلاثية. كويس. أنا شغال بحاجة اسمها Simplify 3D. دي مدفوع، بدفع عليها قروش يعني، لكن في حاجة تانية اسمها كيورا. ديك مجانية تشتغل نفس الشغل تماما، كنت أفتشها في الإنترنت. فبعمل لود للزير بتاعي هنا وبحاول أقعده بطريقة بحيث إنه يطبع ثلاثيا من غير أي دعم يعني. تمام. وبعد كده بعد ما عملت له اكسبورت هو بيطلع فايل بيسموه جي كود. كويس. نوعية الفايلات اللي بيطلعها السلايسر فايل بيسموه جي كود. الجي كود ده الطابعة الثلاثية بتتقبله يعني. أنا عندي طبعا زي كاميرا كده اسمها بيجل كاميرا. البيجل كاميرا دي بقدر بتوصل لي الطابعة الثلاثية بتاعتي بالواي فاي. تمام. فبقدر أعمل أبلود أو بقدر أحمل الفايلات بتاعتي للطابعة وأشغل الطابعة باستخدام أي إنترنت براوزر. كويس. هي قاعدة لكن في النتورك في الشبكة بتاعت البيت يعني. تمام. وخلاص كده الطابعة الثلاثية هتبدأ تشتغل. طيب يلا هنا أول حاجة بنطبع الزير، وزي ما شايفين عاملينه مقلوب لأنه الطباعة الثلاثية أي طبقة جديدة بتحتاج إنه تكون متكئة على حاجة قبليها، ولما قلبناه والقاعدة بتقدر تثبت باقي الجسم الواقف فوق. حتى الحاجة دي عملناها برضو في القاعدة برضو زي ما شايفين. ده الشكل الأخير بتاع الزير بتاعنا بعد ما طبعناه. بعد باقي إنه نضربه بوهية زي ما شايفين. بضرب بالرشاش ده اللي هو فيه فيلر ولون قريب للون الزر. وده المنتج
النهائي بتاعنا بعدين شنو. اخوكم جدع عليكم جدع كده، حركة كده زي ما بيعملوا البروفيشنالز والمحترفين في التصوير. ده صورة دي صورة الزير النهائية، هو قلم وقاعد في المكتب. شباب اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم. ما تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعيل الجرس عشان الفيديوهات الجاية تصلك. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.